ديالي هاد العشبه راه ممنوع على المراه اللي حامله ولا اللي كترضع. الغزالات ديالي اليوم غنجيكم فيديو جديد وكنتمنى الفيديو ديالي ان شاء الله يلقاكم كاملين على خير وبخير. المهم الغزالات ديالي كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نقول لكم شنو هو سر العلاج ديال الغده الدرقيه. وبما كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق بانني كنت في واحد الحاله يا البنات مزريه، والحمد لله واحد الحاجه بسيطه، اقسم بالله البنات بسيطه بزاف، اي واحد يقدر يشريها وما غالياش. وسميتو هي اللي قدات انها تحفظ. ربي اللي كيحفظ، اولا ربي هو اللي كيحفظ، ربي هو اللي كيشافي، ولكن ضروري خصنا نديرو بالاسباب، ما نبقاوش جالسين دايرين يد على يد. كيف ما انا كنت درت قهوه، كيف ما انا كنت كنت غير صراحه الله جاتني صدمه صعيبه، لان اصلا ما توقعتش انا يجيني الغده الدرقيه. وشنو درت؟ بقيت جالسه مأزمه وكنبكي، ومع هي اصلا كدير الاكتئاب. الغده الدرقيه اصلا راه ما كيفهم اللي مريض بالغده الدرقيه غير اللي ديجا مرض. يعني الا جا شي حد ما عندوش ما دوش هذا المرض ما غاديش يفهمك، واخا غتهضر معاه ما يفهمكش. ولكن اللي بحالي انا مثلا دوزت هذا المرض، يعني غنحس باي واحد غير بلا غير يقول لي راه عندي الغده الدرقيه غنفهم شنو هو المشكل اللي عنده وباش كيحس وكل شيء. لان واخا كتختلف الاعراض من الغده الدرقيه نشيطه وغده درقيه خامله، كتختلف الاعراض، مي كنحس كوميم سي با فاسيل. وي الغزالات ديالي كيف ما قلت لكم، كنت في ديك الفتره الاولى فاش مرضت بقيت غير جالسه ومكتئبه، سيرتو فاش قال لي لا الطبيب قال لي غديري لوبيراسيون ديريكتومون، السلام عليكم لوبيراسيون. صافي تصدمت، ما بقيت غير جالسه وكنبكي، ما عرفت لا نقدم ولا ناخر. ايوا لالا كيف ما كنديروا كاملين دخلت بقيت كنقلب في الانترنت وكنشوف سميتو واش كاين شي علاج. بقيت كنسول، واخا قال لي الطبيب لوبيراسيون العمليه قال لي في شهر 6، نو قال لي في شهر 3 العام اللي داز. واخا قال لي العمليه بقيت كنسول على راسي، بقيت كنقلب، ما قلت لا ما يمكنش، انا اصلا كنحملش العمليه صعيبه وهذا ما اي واحد ما كيحملها اصلا. وقلت انا نشوف نقلب غير نشوف بعدا شنو هو هاد المرض، شنو واش هاد الاعراض اللي فيا راه هذاك الشيء اللي كيكون. المهم بغيت باختصار مفيد باش ما نطولش عليكم، بغيت نعرف شنو هو المرض. ايوا ملي دخلت لقيت بزاف ديال الدكاتره في اليوتيوب كيهضروا على العلاج، كيهضروا على الريجيم اللي خصك تبعيه، على نقص الفيتامينات اللي كيكونوا. انا اصلا ما توقعتش بان يكون عندي اصلا. كيف ما قلت لكم فاش كنت مرضت، فاش هبطت للمغرب ومشيت عند واحد الدكتوره قالت لي، وقلت لها راني كنعيا وديك الشيء، قالت لي خصك عندك نقص في الفيتامين وهذه خصك ترجعي عندي. ما رجعتش صافي. قلت انا واش انا هذا المرض هذا الشيء اللي كنحس به وهاد لا فاتيك وهذا الشيء غير فيتامين؟ راه سي امبوسيبل. ما توقعتش بان راه بصح وبنيه راه عندها الصح. ايوا هي هذيك لاله مصاب ونكون كنوضح نيشان عرفتوا راه ما نعساش نعسات ولا 4 الصباح راني مدوخه، ديك الشيء علاش راني كنشرب القهوه ومصاب نكون كنوصل الفكره كما هي وكيف ما عندي انا في عقلي. هي هذيك. ملي دخلت الانترنت لقيت بصح وبالنيه بانه راه كيكون عندنا نقص في الفيتامينات، بزاف الفيتامينات، منها الحديد، منها النحاس، منها بزاف الفيتامينات كيكونوا فيتامين دي، بزاف الفيتامينات كيكونوا ناقصين عندنا. اون بليس دو سا خصنا نتبعوا ريجيم. قبل ما نقول لكم شنو هو العشبه، باش لان اصلا لا خديتو العشبه وكملتو وما خديتوش لي فيتامين وما درتوش الريجيم، راه سا سيغ ريان، راه ما ديكمش شي غادي تداوي، ولكن راه ما غاديش تداوي مزيان. يعني راه الريجيم والفيتامينات وتاخذوا عاد العشبه عاد من الفوق. يعني الا ما درتوش هادشي كامل اللي بغيت نوصلكم ان ما غتوصلوش للنتيجه اللي مرضيه. ايوا لا هي هذيك شنو نقول لكم. منين جيت من الصيف دخلت في شهر 8 لهذا. المهم بديت هذا باش هاد العشبه باش بديتها والريجيم وهذا الشيء شي 3 شهور هكاك. 3 شهور انا راني كنت الحاله ديالي مزريه، راه كان عندي، راه ما كنتش كنقدر نهضر دابا هاد الهضره هكا اللي كنهضر وكنطرطر عليكم راه ما كنتش كنقدر نهضر، كنت كنتخنق وكنت بحال دابا هكا بقى كنهضر واحد دقيقه هكا بلا ما نحبس. لا راه هكا كنتحبس راسي ما نقدرش نكمل الهضره كنحبس، لان يعني بحال كنتخنق. راه عارفين اللي كاين اللي عندهم الغده راه عارفين هاد الحاله.
وكيف ما قلت لكم الاكتئاب، الشعر كيطيح، ما كنوضش من الفراش، النعاس بزاف، الاعصاب، وبزاف ديال الحاجات مهمه راني قلتها في الفيديو السابق ما نوليش نقولها لكم. مهم صافي هي هذيك فاش كنت يعني باش داكشي علاش قال لي الطبيب راه وتضخم هذا عندي هنا الضخم ولات قداش وسميتو صافي داكشي علاش قال لي الطبيب شوفي لوبيراسيون قال لي 3 شهر 3. قلت له انا لا ما يمكنش انا نديرها في شهر 3. قال لي اوكي نديروها في شهر 6. قال لي نعطيكي شويه د الوقت باش على ما تفكري وهذه صافي هذيك الحمد لله يا ربي لك الحمد. انا دابا راه دازت شهر 6 وما درتش لوبيراسيون والحمد لله الحاله ديالي تحسنت واحد الدرجه كبيره 80%. مهم راه مازال عندي الغده وداكشي ولكن الحمد لله وشكر الله. والله الا البنات الا واعر. المهم هاد العشب باش ما نطولش عليكم الفيديو يكون طويل بزاف. ها نتوما غتاخدي القص الهندي. راه انا براسي قلت انا كيفاش كيخربقوا عليا. انا فاش دخلت اليوتيوب وكنت لقيت هذا الفيديو قلت انا اش كيخربقوا القص الهندي. واش انا في فرنسا والدكتور قال لي لوبيراسيون انت جايه تقولي لي القص الهندي؟ راه نفس الهضره انا قلتها. ولكن البنات راه خصكم ضروري تجربوه. ماشي اصلا هو خانز بصح كيقولوا الناس خانز المذاق ديالو ما تقديش هذا. وانا ملي كنت كناكلو كنبكي. راه ضروري البنات خصكم تجربوه ضروري. راه ما نقولكش راه كيزين البشره راه شعرك كيزيان راه المصارم ديالك اللي عنده المشاكل ديال الامعاء سميتو بصفه عامه راه كيعالجها. سميتو انا راه كان عندي كنت كنتزاد في الوزن بواحد الدرجه كبيره. هذا الوزن ديالي الحمد لله تقاد لي زورمون. اصلا راه مزيان الغده الدرقيه نشيطه وسميتو والخميله وبصح قلت هي هذيك. ايوا سميتو مهم كيعالج البنات 90%. كيعالجوا بواحد السرعه راه ما تخيلوهاش. راه انا براسي وكان ما درتهاش بيدي راه ما نتيقش. راه شهرين انا اللي تبعت العلاج. وشنو كنحبس مثلا السبت غادي نحبس غدا مثلا ما غاديش ناكل ما غناكلوش الحد غنحبس. راه ما كنشداش انا مده ما كنشدهاش يوميا. مثلا انا نقول لكم الطريقه مثلا غناكلو 3 ايام حيت راه صعيب ونحبس. في الاول كنت كناكلو نهار نهار لا. في التالي وليت كندير هذا نشجع راسي وناكلو يومين 3 ايام عاودو نحبس يومين 3 ايام. ما كنقدرش نشدو يوميا. وبعض المرات كنشجع راسي كندير سيمانه يوميا ولكن ماشي مشكل ما فيها. بس ان نحبسو منها حتى راه ما مزيانش اصلا العشب بزاف. انا كنحبس ما كنشدهاش نيشان والحمد لله يا البنات وحق الله العلي العظيم وما تسالوني حلوف الا راه كيعالج. وراه ما كنحبش هذا نشمو ولا حدايا راه كيعالج بواحد الطريقه رهيبه. مهم اللي فيه المس ولا سحر ولا راه صعيب راه ما غاديش يقدر يشربوه. ولكن راه خصكم تزيروا راسكم لان راه امبوسيبل ما تشربوا ما تعالجوش. راه تبقاو هكاك حياتكم كامله كتعانيو لان الغده الدرقيه راه صعيبه بزاف. المهم انا كنت كناخذ هكا معلقه صغيره مع مراش. ها هي هاكا نيشان معلقه صغيره مع مراش كنشربها ياك. وكناخذ العسل هو راه ساليت القرعه. كناخذ العسل ونديرها في كاس د الماء هكا راه سخون. كنديرها في كاس د الماء هكا وكناخذ العسل معلقه العسل وكنخلطها حتى ما نشربوش دابا. كناخذ نوريكم الطريقه. كناخذ معلقه ديال العسل معلقه صغيره ولا راس معلقه ولا ديال العسل وغادي نديرها هنايا في الكاس ديال الماء هكا يكون كبير. كنديرها في كاس الماء كبير يكون فيه شي تقريبا نص لتر. كنديرها وكنخلطها ياكل الماء سخون وكان هذا وكنقرا فيها 7 المرات هذه الفاتحه 7 المرات ونفت على الماء ونقول بسم الله اللهم اشفي انت الشافي شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ياكو. وكناخذ المعلقه ديال الماء ديال هذا راه ما نقدرش اصلا واخا كنت غنشربو راه ما نقدرش نشربو حداكم لان اصلا عطره كنبقى نقص كنشربو حيت راه ريحته خايبه وهو خايب. راني ما توقعتش انا اصلا نقدر نشربو. مهم في الاول راه عرفتو راه كانت كتجيني صعيبه. دابا شويه بديت كنولف غير شويه صافي كناخذ نشربو هاد المعلقه ونشرب عليها الماء
وكان ناخذ شي حاجه حلوه لان ما نقدرش راسي با بوسيبل شي حاجه غير فيت في هكا شي طريف الشكلاط ولا. ولكن هو ما خصكمش تاكلوا، خصكم انا راه كيقول لك غير ربع ساعه، ولكن انا كنفضل نبقى ساعه حتى لساعتين بلا ما ناكل، لانه هو خصو ضروري ديري عليه الريجيم، تكوني ما تاكليش يعني تجلسي بالجوع باش تخليه يدير لوفي ديالو، تخليه يدير المفعول ديالو، ماشي تاكلي ديريكت. هادشي انا اللي كندير. والطريقه دابا اللي وليت كندير راني بدلت الطريقه. كندير العسل، معلقه العسل. دابا هاد الايام بدلت الطريقه، ولكن غزال ليا البنات، غزال بحال رحمه الله. راه ما يمكنش، راه كيعالج وكيزين هذا قلت لكم كيعالج الامعاء، كينقي البشره، كيحبس لك تساقط الشعر، حيت الهرمونات اصلا كيتقادوا لك. راه كتبراي، كتحسي براسك ديك الاعراض اللي كانوا عندك ديال الغده الدرقيه كيبقاو يمشيو بشويه بشويه. راه زوين، راه ما يمكنش، راه عرفتوا ما نقدرش نقول لكم، راه اصلا اي كلمه نقولها في حقه راه قليله. المهم دابا انا حاليا وليت كنديرو، واخا ما نشربوش ماشي مشكل، وليت كنديرو بهذه الطريقه. ندير العسل ونقرا عليه القران، ومن بعد ندير سميتو ندير القسط الهندي ونخلطو، وغادي نخليه حتى غادي يهبط كله لتحت كيهبط. كنخليه على ما كيبرد، لان الماء كيكون سخون بزاف. على ما كيبرد وكيطلق مع العسل والماء سخون، على ما كيهبط كله كيتصفى لتحت. وكناخذ الصفايه كنصفيه، ولا بلاش اصلا هو اصلا كيكون تصفى لتحت وكنشربو. هذه صعيبه، هذه ما ننصحكمش، لا كنتو عاد اول مره غتشربوه ما ننصحكمش ديروها. ولكن انا كنظن بهذه الطريقه كيطلق في الماء، وكنظن بان احسن. ولكن حتى الطريقه الاولى اللي انا كنديرها، اللي كنشرب معلقه وكنشرب عليها الماء والعسل، حتى هذيك كدير المفعول ديالها، يعني ما محتاجاش كاع ديري هذه، لان هذه صعيبه يا اختي، صعيبه بزاف. المهم الغزال ديالي راه واعر، راه ما يمكنش، راه كتعالجي. راه شتي الشهر الاول كتلاحظي الفرق، غير الشهر الاول راه كتلاحظي الفرق. راه الفرق ما محتاجاش تكملي شهرين ولا 3 شهور. وكيف ما قلت لكم انا راه كان خصني ضروري ندير لوبيراسيون في شهر 6. ودابا الحمد لله راني ما بغيتش نرجع عند الطبيب باش ما يقوليش لوبيراسيون حتى نكمل العلاج ديالي، وديك الساعه نرجع ان شاء الله ندوز. وكنتمنى ان شاء الله، انا اصلا كنظن بان ماشي كنظن، هو اصلا تفشت لي عنق ديالي، وليت الحمد لله الاعراض ديالي بدات كتختفى. الحمد لله بديت كنبرا اللهم لك الحمد، نقول بريت. المهم الغزاله ديالي باش ما نطولش عليكم، كنتمنى نكون فتكم ولو شويه. وهنا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. نتلاقى معكم في فيديو جديد ان شاء الله، ونقول لكم واحد العشبه عاوتاني رهيبه زوينه بزاف. مهم يا البنات ما تنساونيش من لي لايك، ولا بغيتو شي تساؤل خليوه لي في لي كومونتير، كنبغيكم وكنحماق عليكم. باي باي.